حقق المسلسل الكوميدي أنا وياك للمخرج المغربي مراد الخودي إنجازا بارزا خلال الأسبوع الأول من رمضان، حيث تصدر قائمة المشاهدات على القناة الأولى بأكثر من 9 ملايين مشاهدة وفقا لإحصائيات المركز المهني لقياس نسب المشاهدة. هذا النجاح يعكس شعبيته الواسعة بين الجمهور المغربي والعربي. تدور أحداث المسلسل حول قصة أختين من أب واحد تفارقتا بسبب الزمان لتجتمعا بعد وفاة والدهما وتنطلق رحلتهما لتحقيق وصيته للحصول على الإرث. القصة المشوقة والمواقف الكوميدية جعلت العمل محط أنظار المشاهدين. أما بالنسبة للمراتب الأخرى، جاء المسلسل الدرامي جرح قديم في المرتبة الثانية. احتلت نشرة الأخبار باللغة العربية المرتبة الثالثة. السلسلة الكوميدية ولادي الزجوج حصلت على المرتبة الرابعة. الفيلم الرمضاني طريق الليثي جاء في المرتبة الخامسة. يبدو أن رمضان هذا العام يزخر بمنافسة قوية بين الأعمال التلفزيونية المغربية، مما يعكس التنوع في المحتوى والرغبة في جذب المشاهدين بكل الأذواق.